يا صباح الخير يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هشارك معاكم بعض من الديكوريشن اللي انا عملتها في البيت. بجد الحاجات دي بتفرق قوي قوي وبتدخل كده الروحانيات للبيت وبتدخل البهجة والسرور. فاوعوا تبطلوا بجد ان انتوا تعملوا كده في بيوتكم وتفرحوا بالشهر ده. وكمان شاركت معاكم سفرة رمضان النهاردة، سفرة الإفطار. فعايزة أقول لكم إن كل تفاصيل للأكلة وطريقة التقديم كل حاجة شاركتها معاكم. وطريقة المحشي دي بالأخص يا جماعة، دي طريقة مامتي حقيقي خطيرة. يعني اللي يجرب المحشي بالطريقة دي صعب يحب طعم أي محشي تاني خلاص. يلا بينا نعرف الطريقة، وكمان هقول لكم ازاي تعملوا المحشي بعد كده بكل سهولة من غير ما ياخد وقت كده. يلا بينا. اول حاجة معايا حلة، يا ريت تكون حلة كبيرة شوية لان انا الطماطم احتفظت بيها لصلصة الطماطم، ولكن هقول لكم ازاي تحتفظوا بيها وفي نفس الوقت تطلعوها فريش طعمها ما يغيرش وكأنكم لسه عاملينها. فيلا بينا ما نسبقش الخطوات. اول حاجه هنحط ميكس من الزبده الصفراء والبيضه اللي هي الزبده البلدي، وبحط حبه حلوين قوي قوي كده من البصل. وعايزه اقول لكم ان الزبده ما ينفعش تحطوها لوحدها، لازم تحطوا معاها زيت عشان تحافظوا على طعم الزبده وما تتحرقش. طبعا بنفضل نقلبها كويس كويس جدا. لو احتاجت زيت او زبده تاني تحطوا لها لان ده بيديها طعم حلو قوي. واهم حاجه ان انتوا تقلبوها عشان كلها تبقى لون واحد. بعد كده بحضر معايا الطماطم. هقول لكم المقادير بالكميات كلها في الديسكريبشن بوكس. ده اللون بتاع البصل اللي انا عايزاه. شايفين هو الكاميرا مغمقه شويه بس انا هقربه عشان تشوفوا اللون. لون البصل المكرمل هو ده اللي بيدي الطعم يا جماعه. البصل الني واللي هو يبقى بس واخد لون كده بسيط، لا اللون ده والدرجه دي. وحطيت كمان معاها صلصه، بتحطوا معلقتين مثلا او 3 أو 4 على حسب الكميه. واول ما يبتدي يغلي بوطي عليه وبسيبه على نار متوسطة الأقرب للهادية. وفي نفس الوقت ده رحت جايبه اللحمه ومشوحاها. انا بحب اعمل الشوربه بالطريقه دي سواء لحمه او فراخ. بشوحها الاول مع توابل برضو هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، وبديها بس تشويحه مع التوابل. عايزه اقول لكم بتبقى خطيره يا جماعه. وبعد كده بنزل بميه، والافضل ان تكون الميه مش سخنه، ميه دافيه، ميه سوري فلتر عادي من الحنفيه. هنا الطماطم بدأت تاخد لون شوية، بدأت تفصل اهي، بس انا هستناها لحد ما تفصل خالص ما يبقاش فيها اي مية. وده اللي بيخلي شكل الرز متغلف كده، كل رزاية متغلفة بالصلصة يا جماعة. شايفين بقى؟ شايفين هنا اللي فوق ده مش مية، دي زيوت المادة الدهنية اللي فيها والسمنة وكده، ولكن دي مش مية. في المرحلة دي بقى خلاص كده هي بقت جاهزة معانا. ويلا بينا على الخضرة. انا هعمل محشي بتنجان وفلفل، فمش هحتاج ان انا احط شبت، هحط بس بقدونس وكزبرة، والبقدونس تبقى ضعف كمية الكزبرة يا جماعة. الشبت بنستخدمه بس في الكروم. وبعد كده معايا رز مغسول متصفي، وبعد كده ببتدي ان انا اخلط معاهم. وبصوا بقى المرحله دي مهمه، انا مش بضيف الرز كل مره واحده ولا بضيف الخضره مره واحده. انا كل شويه بضيف شويه واشوف. لازم تبقى التلاتة متناسقين مع بعض، الصلصه والرز والخضره. عندي هنا في قعر الحله اللي انا هعمل فيها حطيت شويه من الصلصه المتسبكه، وهبتدي ان انا اتبلها بملح وفلفل اسود وكمون، بس كده فقط لا غير. وهبتدي اجيب البتنجان. عايزه اقول لكم ان حتى لو البتنجان ده متقور بره يا ريت ان انتوا تقوروه كمان، لان احلى حاجه فيه ان هو يبقى زي الورقه كده، لان ده بيديه طعم حلو قوي. انما لو كان سمكه تخين ما بيبقاش حلو وبياخد وقت اكتر في السوا وبيبقى طعمه مش لطيف خالص.
واهم حاجه ان انتوا تحاولوا تدخلوا الرز جوه، وما يبقاش برضو في الاخر الرز وصل لاخر البتنجان، لان الرز هيكتر ومش هيبقى حلو. فسيبوا مسافه، وصدقوني البتنجانيه في الاخر لما تستوي هتبقى فيها رز لحد الاخر. وبعد كده بدات ان انا احشي كمان الفلفل، وهبتدي بقى ان انا ارصها في الحله زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبتدي ان انا العيدان بتاعه الفلفل كنت سايباها عندي، دي اللي كنت حاطه الحله اللي كنت حاطه فيها الرز. برضو باخد البهاريز بتاعتها يا جماعه، بحط عليها شوربه اللحمه، وبحط عليها عصره من الليمون ومعلقه من الصلصه اللي سبكناها. ازاي اعرف ان الميه دي المناسبه للمحشي؟ بشيل بتنجانيه واحده وبحط نص البتنجان، يعني نص الطول بتاع البتنجان الموجود في الحله. عايزه اقول لكم ان هنا كنت بوريكم ان شلت صلصه في الفريزر، ما تحطيش عليها رز، ما تحطيش عليها خضره، وطلعيها بس وقت ما تحطي عليها الرز والخضره وتبتدي تعملي المحشي. دي افضل طريقه. عندي هنا اللحمه، احنا مش بنحب ناكلها مسلوقه كده، فعملتها ورقه لحمه على السريع. برضو هكتب لكم التفاصيل تحت في الديسكريبشن بوكس. وبعد كده طبعا السمبوسه ده شيء اساسي في رمضان، معرفش ايه العلاقه، بننساها طول السنه وبنيجي نفتكرها بس في رمضان. وطريقه تسويه اللحمه دي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في فيديو، هسيب لكم اللينك عشان تدخلوا تشوفوا. كان غالبا حلقه عن طريقه الكوبيبه اي ثينك، هسيب لكم اللينك بتاعها. وبعد كده معانا الصوبيا. عملت النهارده صوبيا. كانت الصوبيا بحط فيها مقادير كده معينه، بحس ان هي السمك بتاعها بيبقى كثيف مش خفيف، وانا بحب السمك ده. بحط فيها كريم شانتيه، بحط فيها تلج، بحط فيها بتبقى كلها لبن، وبحط فيها طبعا السكر وجوز هند صغير، ومعايا لبن بودر وفانيليا وسكر بقى على حسب الرغبه. بضربهم مع بعض. وعايزه اقول لكم القوام خطير يا جماعه، بجد دي احلى طريقه صوبيا. ما تنسوش طبعا تحطوا الصوبيا على حسب المقدار اللي مكتوب، المقادير مكتوبه من كام معلقه لكام لتر ميه لكام لتر من اللبن. وبس كده وخلصنا العصير معانا. هبتدي بقى ان انا اجهز التمر. التمر انا عملته النهارده بطريقه بسيطه خالص. فتحت التمر وحطيت فيه بينات باتر، وبدات احط فيه اي مكسرات عندكم. وعايزه اقول لكم ان هو لو لوحده بس بالبينات باتر خطير، برمضان من غير رمضان احلى سناك هيلثي يا جماعه، وبجد يعني تحفه تحفه. انا بعشق التمر بالبينات باتر. بس كده خلاص خلصنا وبقينا مستعدين، ويلا بينا بقى نقلي السمبوسه. اسرار قلي السمبوسه ان الزيت ما يكونش سخن جدا، يبقى متوسط، ومنسيبهاش يعني نقلبها على طول عشان تاخد اللون الذهبي ده. وبس كده. وكنت عامله جنب المحشي طبعا ملوخيه، عملت الطشه، والريحه يا جماعه كانت خطيره، ريحه المحشي مع الملوخيه مع السمبوسه، يعني حاجه كده اللي هو ايه الجمال ده. بس كده شايفين المحشي خطير خطير يا جماعه، انتوا لازم تجربوه بالطريقه دي، حقيقي رائع. الناس اللي بتاكل المحشي ني نو 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 لا لا، جربوا الطريقه دي، هي تقيله شويه ولكن يا جماعه وهم بجد، هو ده طريقه المحشي اللي احنا بنحبها. وبس كده، يا رب اكون افدتكم النهارده، ومتنسوش تدعولي دعوه حلوه كده في رمضان، وتدعوا لمامتي عشان دي طريقه مامتي للمحشي، ربنا يخليها هي اللي علمتنا الطريقه دي. وبس كده، واشوفكم في فيديو جديد، وقولوا لي عايزين ننزل وصفات ايه او نعمل ايه في رمضان. انا مجهزه لكم حاجات كتير قوي، ولكن برضو قولوا لي انتوا نفسكم في ايه. وبس كده، ما تنسوش اللايك والشير، ولو مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.